أستاذ يا أستاذ، الفقرات اللي أنت شرحتها تمام، أنت مش قلت في العنقية في 3 مختلفين، يعني هي مش فاهمة تحت الفقرة دي. أنا هسألك سؤال. الفقرة الظهرية الأولى تمثل الفقرة رقم كام من فقرات العمود الفقري؟ فقرة رقم 8. رقم 8. طيب لو أنا سألتك وقلت لك الفقرة رقم 8 تكون مفصل أو تتمفصل مع الفقرة الأخيرة من الفقرات العنقية ولا مع الفقرة الثانية من الفقرات الظهرية؟ مع الفقرة الثانية من الفقرات الظهرية. مع الفقرة الثانية من الفقرات الظهرية. تتمثل مع العنقية. لا، هو الصح مع الفقرة الأخيرة من الفقرات العنقية. هقول لك ليه. بص معايا، النموذج اللي احنا بنشرح عليه واللي شرحنا عليه اهو قدامك يعني. بص كده، لو احنا تخيلنا ده العمود الفقري، ادي الفقرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، لغاية هنا دي فقرات عنقية. بعد منها تبدأ الظهرية. تبدأ ايه؟ لو احنا بصينا ادي اول واحدة في الظهرية اللي على ايدي دي، المفصل بتاع الظهرية الاولى ده اهو، المفصل ده مع اخر واحدة في العنقية. اسمعيني، لانه المفصل الاسود ده هو اللي بيفصل اول فقرة ظهرية مع اخر فقرة عنقية، لانه المفصل دايما بيبقى مع اللي فوق مش مع اللي تحت، مع الفقرة اللي فوق ومش مع اللي تحت. بص كده، ادي الفقرات. انا قلت ده نموذج الفقرة، ده النموذج بتاع الفقرة اللي انا عامله بالكرتون ده. دي الفقرات الحقيقية. بص كده، لو بصينا ده اسمه نتوء مفصلي خلفي، وده نتوء مفصلي امامي، وده نتوء مفصلي امامي، وده نتوء مفصلي خلفي. اللي بيحصل ايه؟ بص كده، ادي النتوء المفصلي الخلفي بيدخل في الامامي كده، بيتكونوا الفقرتين كده. الفقرتين دول بيتكون بينهم مفصل اهو، المفصل. بص كده اهو المفصل اهو، ده المفصل. المفصل ده ما بين مين ومين؟ ما بين الفقرة دي واللي فوق منها اهو. طب الفقرة دي، المفصل اللي هيتكون هنا في الحتة دي هيتكون مفصل في الحتة دي. المفصل ده محتاج الفقرة اللي وراهم، يعني لو اعتبرنا دي 1 دي 2 دي 3، يبقى المفصل اللي هنا ده بين مين؟ بين 3 و2، وده بين 2 و1 ده. فلما اجي اقول لك لو انا عندي 2 بس اهي، 2 دي لما تيجي تكون مفصل بتكونه مع 1 مش مع 3، لان اعتبرنا 3 مش موجودة خالص. يبقى المفصل المتكون حاليا بين مين ومين؟ بين 2 و1. عشان اكون مفصل بين 2 و3 لازم 3 تكون موجودة. فلما اجي اقول لك 3 تكون مفصل مع 2، فدايما المفصل مع الفقرة واللي فوق منها مش اللي تحتيها. فهمت كده الكلام؟ احنا قلنا قبل كده انه الدعامة في الكائنات الحية نوعين، دعامة فسيولوجية ودعامة تركيبية. وقلنا انه الدعامة الفسيولوجية حسب منهجكم وحسب معلومات كتابكم، الدعامة الفسيولوجية لا وجود لها في عالم الحيوان. هي ليها وجود، وانا قلت لكم على التفاصيل ومش عايز اكررها تاني. ليها وجود ولكن الكتاب ما يجيبلوش سيرة. قلنا الدعامة التركيبية فقط هي اللي موجودة في عالم الحيوان، وهي عبارة عن مواد صلبة او تراكيب صلبة بتعمل دعامة اسمها الدعامة التركيبية. والتراكيب الصلبة اللي في الحيوان ده انا قلت لكم يا اما عظام يا غضاريف يا مادة اسمها كيتين زي اللي في الحجرات، ودي مادة الضفر. وحسب منهجكم انه ما فيش دعامة فسيولوجية في عالم الحيوان، والسبب غياب الجدار الخلوي. وقلنا انه العظمة هي نسيج عظمي له بداية ونهاية، فالفقرة ممكن تمثل عظمة وتمثل فقرة في نفس الوقت، لكن لا يمكن ان الفقرة تمثل عدة عظام. لكن العظمة الواحدة ممكن تمثل عدة فقرات، يعني ممكن تبقى دي عظمة ملتحمة مع بعض ومكونة مثلا من 5 فقرات زي العجوزية كده. ولذلك قلنا العمود الفقري 33 فقرة و26 عظمة. انا هسأل سؤال ونجاوب عليه الحصة الجاية بإذن الله تعالى. ايه هو الكائن الحي اللي عنده، لانه الكائنات الحية دي منها طائفة كاملة اسمها طائفة الفقريات، يعني اللي بتمتلك عمود فقري. فلو انا جيت سألت سؤال ما هو الكائن الحي الذي يوجد به فقرات معي كده فقط ولا توجد فيه عظام، يعني عمود الفقري ما فيهوش عظام خالص،